شوية حاجات مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها واحنا بنظبط دايت مع مريض السكر، لأن هدفنا مش إننا ننزل الوزن بس، لكن إننا نظبط السكر ونقلل مقاومة الأنسولين. الحاجات المهم نركز عليها: رقم 1 مواعيد الأكل. مواعيد الأكل لازم تكون منتظمة، ما ينفعش نقعد ساعات طويلة من غير أكل وبعد كده ناكل كمية كبيرة علشان السكر ما يهبطش أو يعلى فجأة. تاني وأهم نقطة توزيع الكربوهيدرات، يعني بدل ما ياخد كمية كبيرة رز وعيش مرة واحدة نوزعها على مدار اليوم. رقم 3 اختيار كربوهيدرات بطيئة الامتصاص زي الشوفان والعيش البلدي أو عيش السن والبقوليات والبطاطا والرز البسمتي بكميات معتدلة، ونحاول نقلل السكر الأبيض والعصاير والحلويات والمخبوزات البيضاء. البروتين مهم جدا لأنه بيشبع وبيقلل ارتفاع السكر السريع. طب بالنسبة للألياف، الألياف ممتازة للسكر والشبع زي السلطة والخضار والشوفان والبقوليات. هنحاول نقلل الدهون المشبعة والمقليات لأن غالبا مريض السكر عنده قابلية أعلى لمشاكل الدهون والقلب. نزولنا هيكون تدريجي مش دايت قاسي، حتى نزول من 5 ل 10% من الوزن هيفرق جدا. لو حابين متابعة أونلاين أو نظام غذائي مناسب لحالتكم الصحية سواء سكر أو تخسيس أو تغذية علاجية تقدروا تتواصلوا معايا، والمتابعة هتكون أونلاين بكل التفاصيل خطوة بخطوة.